صلي على النبي يا ست البنات، انت وهي في الكومنتات يا قمرية انت وهي. وتعالي نشوف الفراخ العظمة دي اتعملت ازاي. فراخ اللهم بارك دايبة دوب، واللون حكاية، حاجة كده تفتح النفس بجد. لو عندك عزومة او حطها على سفرتك، وبطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي افتكاسات، وبكل مكوناتها في قلب البيت. والحمد لله ربنا يرخص ذاتنا وقوتنا. الفراخ رخصت. هاتيلك فرخية حلوة كده واعمليها بطريقة زوزو، هتدعي لي دعوة حلوة من قلبك ولكم بالمثل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة الجميلة دي اتعملت ازاي. معايا هنا يا جماعة فرخة ونص اللهم بارك. طبعا انا عملت لها محلول ماء نقع وفتحتها كده، وطبعا كلنا بنعمل محلول النقع. هتعملي ايه محلول النقع دوت؟ ملح وسكر وليمون، مش اكتر ولا اقل، وتسيبيها منقوعة فيها بتاع ساعة. طيب وفتحتها بقى هنا وصفيتها خالص. تعالي نعمل الخلطة الرهيبة بتاعتنا اللي ايه. هنا هو البصل بتاعي اهو يا جماعة، حطيته، كنت ضاربة في الكبة بصل قبليها، بس قلت ايه مش هغسلها لان ده بصل وده بصل. طيب بعد كده هتعملي ايه يا زوزو؟ حطيت بصلتين كبار حلوين كده اهو، وتروحي نازلة بقى فرمتهم اهو، واروح حاطة كمان عليهم طماطمايه وقرن فلفل كده، اضربهم بس الاول، وهجيب الفلفل بعديها. مش عارفه انا ما حطيتش كله ليه على بعضه، بس ما علينا. تعالوا نكملوا. معلقه توم محترمه، واضربي كله في قلب بعض الخلطبيطه ديت، وانزلي بيها. انا حطيت كمان قرنين فلفل يا جماعه، واحد سبايسي وواحد رومي، لو عايزه تحطيهم حطيهم، مش عايزه براحتك خالص، بس بيودوا التتبيله دي في مكان تاني. وهنا بقى هرش شويه فلفل اسود، وشويه ملح، وشويه سبع بهارات، حبه ماجي، وتروحي نازله بدبس الرمان اهو، بتاع معلقه كبيره او معلقتين كده اهو اهو. وتحطي كمان حبه صويا صوص، برضو نفس القصه. انا ما بحط بالازازه على طول، انا مش هفضل بقى احط في المعلقه والكلام دوت، خلينا ايه بالازازه على طول عشان انجز اهو. بتاع برضو معلقه معلقتين كده اهو. وبعد كده اهوت هتعملي ايه يا زوزو؟ هنقلب الخلطه الرهيبه دي ببعض. بصوا ودت الفراخ في مكان تاني، وكان طعمها حكايه يا جماعه. بس انزل بقى حبة معلقة صلصة من اللي هي معجون الطماطم ده يا جماعة، واروح حاطة كمان حبة كركم اهو، بيدوا لون رهيب للفراخ يا جماعة، وحبة بابريكا اهو. واقلب بقى الخلطبيطة الجميلة ديت في بعض كده اهو. مش عايزة اقول لكم خلت الفراخ طعمها رهيب. بصوا اهو، ولا بقى نقعتها ولا سبتها في التتبيله شويه ولا الكلمات ديت خالص. هتشوفوا انا هخلط كل الخلطه ديت. وهنا حطيت كمان بتاع معلقتين 3 زيت يا جماعه اهو، عشان دي اللي بتدي لمعه للفراخ. وبعد كده هقلب الخلطه الرائعه ديت اهو، وهتبل الفراخ بيها يا جماعه. وطبعا انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180، انت ولعها قبلها ب10 دقايق كده وانت بتتبلي الفراخ بتاعتك دي. بعد كده ست البنات ركنت كل بقى التتبيله على جنب كده، وتعالي بقى بالفراخ بتاعتك دي، كل الفتحات اللي انت مفتحاها احشيها في التتبيله الرهيبه ديت وتحت الجلد اهو. بصوا بحشيها حشوه حلوه كده واركنيها على جنب، وامسك بقى بقيه الفرخه كلها اهو. بصوا الفتحات بفتحها واحط فيها، تحطي فيها علشان نسيج الفراخ كده يتبل يبقى طعمه رائع. فعلا الفراخ دي كان طعمها تحفه يا جماعه اهو. تحطيها كده اهو، وتخلصي بقى الصينيه وراس الصينيه كلها يا ست القمر انت وهي. يلا يا قمريه سمعيني الصلاه على الرسول في الكومنتات، ولايك حلو ايه من ايدك كده، وكومنت يشجعني علشان نكمل المسيره مع بعض، وادينا بنتعلم من بعض وبنستفاد كلنا من بعض. حاجه انت مش عارفاها، حاجه انا يعني مش عارفاها، ادينا كلنا بنستفاد من بعض يا جماعه. ومش عيب ان انت تبقي مش عارفه حاجه وتسالي. انا لحد دلوقتي لازم اسال في كل حاجه واعرف واتعلم، وبيقول لك يعيش المعلم ويتعلم. وهنا بقى هخلص الفراخ بتاعتي يا جماعه اهو، ولا هركنها بقى في الخلطه ولا الكلام دوت والله ابدا. بعد ما خلصت على طول هروح مدخلاها الفرن وهي ولعه على درجه حراره 180، وقبلها الفرن بتاعتك تكون سخنه. اوريكي بس الفراخ طلعت اللهم بارك تحفه تحفه تحفه.
حاجة كده اللهم بارك. اعمليها على طريقتي مش هتندمي، وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. عندك عزومة، عندك غدا يعني لولادك، تفتح نفسهم جدا. عاملة محشي، عاملة أي خضار، اعملي الفراخ كده نية في نية ودخليها الفرن بالخلطة دي روعة. انا بقى يا جماعه من النوعيات اللي احب لما يفيض عندي شوربه ما ارميهاش، اشيلها. وقت زي ده هدخل الفراخ مثلا الفرن، عامله جنبها بقى خضار، ملوخيه، محشي، يبقى عندي الشوربه بتاعتي واستخدمها. لان هنا طبعا انا مش هيطلع لي شوربه من الفراخ. انا خلصت التتبيله بتاعت الفراخ يا جماعه اهو، ورصيتها ورصيت التتبيله كلها فوقيها. خلاص يا زوزو بقى هتدخليها الفرن. لا يا قلب زوزو، هنجيب بقى ورقه فوين كده اهو حلوه نكمرها بيها علشان البخار بتاعها يسويها منها فيها كده اهوت. او ما عندكيش ورقه فوين، اي غطا عندك روحي كمراه او حطيها عليها. وهنا رشيت رشه زيت على الوش كده اهو اهو. وتعالي بقى يا قمرايه هاتي ورقه الفوين كده اهو، وكمري كل الصينيه اهو، وروحي مدخلاها على درجة حرارة 180. وهنا بقى يا حبايب قلبي بعد ما استوت اللهم بارك، بصوا لون الفراخ عامل ازاي، حاجة كده تفتح النفس، قمر بجد، كانت خطيرة ودايبة دوب. خدت لها بتاع مثلا ساعة وربع في قلب الفرن. يلا يا ست البنات، المنظر هو بيتكلم عن نفسه اهوت، تشرفك في عزومة في غدا. يلا يا قمراء لايك وشير للفيديو، وما تنسنيش بالدعوة الحلوة، ولكم بالمثل بإذن الله. ولو جديدة معانا في القناة فعلي زر الجرس علشان يجيلك كل جديد من زوزو يا قلبي زوزو. وما تنسونيش بدعوة حلوة بالله عليكم، ولكم بالمثل. بجد بجد الفراخ هتعمليها مش هتندمي، وهتدعي لي دعوة حلوة. واترككم في رعاية الله وأمانه.